السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم إبراهيم من قناة هيثم إبراهيم. أي حد يكون لسه مبتدئ وعاوز يفهم الساوند سيستم، مهندس بقى، سايت انجينير، بري سيلز، لسه ولد في الجامعة، برضو حلقة النهاردة هتفيد شوية الناس اللي بيطلعوا على اليوتيوب يعملوا فيديوز، لأن احنا هنتكلم في شوية مفاهيم خاصة بالصوت. متخيل إنها هتفرق معاك. لو أنت مهتم ولسه مبتدئ الفيديو ده هيفرق معاك جدا. تابعني لو سمحت. النهارده هنتكلم عن الساوند سيستم ودي رقم 2 في سلسله مبادئ والاسس بتاعه السيستمز الخاصه باللايت كارنت سيستمز. نتكلم عن الساوند سيستم دوت مقسوم لجزئين. الجزء الاولاني منه جزئيه البابليك ادرس، والجزء الثاني منه جزئيه الكونفرنس سيستم. طبعا النهارده احنا بنشوف الساوند سيستم فين؟ بنشوف اماكن كتيره جدا. بنشوفه مثلا في المساجد، بنشوفه في الكنائس، بنشوفه في قاعات الاجتماعات، بنشوفه في المولات، بنشوفه في المستشفيات، بنشوفه في المصانع، بنشوفه في الستورز كمان، وبنشوفه في النوادي. اهم الفيندورز، طبعا انا بتكلم تحديدا في مصر، ان كل بلد ليها مجموعه من المصنعين اللي بيبقوا منتشرين وهم بيبقوا الماركت ليدر في البلد ديت. انا بتكلم على مصر، مش بتكلم في بلد تانية. من اشهر واهم الفيندورز اللي موجوده عندنا هنا في بلدنا، مفيش مشروع من المشاريع القوميه غير لما بيكون موجودين فيه الفيندورز ديت. عندنا بوش، وعندنا تو، وعندنا اتيس او اتس، وعندنا جي بي ال، وعندنا كيو اس سي، وعندنا انتر ام، وعندنا بويي، وعندنا كراون، وعندنا بوز. يعني بنتكلم فوق ال10 فيندورز، وعندنا ار سي اس كمان. عندنا شويه براندات منتشره بصراحه في الماركت المصري بشكل كبير. الفوليوم بقى بتاع الساوند سيستم قد ايه في الماركت المصري في السنه تقريبي؟ واللي عنده رقم تاني يا ريت يكتب لي في الكومنتات. بنتكلم من 500 مليون وممكن يكسر المليار في السنه، جنيه مصري، مش بتكلم على دولار. يعني حجم مبيعات الساوند سيستم وانتشاره في الماركت المصري عامل من 500 مليون ليعدي مليار وشويه دولار، جنيه مصري. طبعا لو عندك حاجه زياده، ولو حد عنده معلومه احنا بنبيع بكام تحديدا، يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. نبدا بقى يا سيدي. النهارده احنا عندنا في الساوند سيستم عندنا الانبوتس. نبدا بايه بالانبوتس؟ نبدا باول حاجه المايك بتاعنا الظريف اللطيف. المايك دوت يعتبر انبوت من ضمن الانبوتس بتاعتنا. طيب ايه بقى انواع المايكات ديت؟ طبعا بعيدا ان هو في مايكات وايرد وفي مايكات وايرلس، وكنا ذكرناها في الحلقه اللي فاتت. انصحك بقوه تتفرج على الحلقه اللي فاتت، كنا بنتكلم فيها عن اوديو فيجوال فاندامنتالز او اساسيات الاوديو فيجوال. المايكات ديت في منها نوعين، في الكوندنسر وفي الدايناميك. الكوندنسر بتاعنا ده بيبقى سعره غالي شويه، لان هو السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعته بتبقى عاليه قوي، بيلقط من مسافات بعيده لدرجه انه ممكن دقات عقرب الساعه بتاعتك يلقطها، صوت المروحه يلقطه، التكييف يلقطه. فبالتالي الحساسيه بتاعته عاليه جدا ويبقى سعره غالي جدا، ده لدرجه ان الحامل بتاعه يبقى حامل مخصوص. افضل اماكن بتشوفها في المايك كوندنسر ده بيبقى فين؟ في الاستوديوهات. المايك التاني عندنا مايك الدايناميك، ده بقى الكومن يوز واللي هو منتشر بشكل كبير في معظم السيستمز بتاعتنا. سعره بيبقى هادي، الحساسيه بتاعته بتبقى قليله شويتين. طبعا ده ميزته ان هو بيلقط من اكتر من اتجاه. يعني انت مثلا ممكن لو في ميتنج روم، او لو انت في مكان، فهتلاقيه تقدر انت بتتكلم، او ممكن تحط مايك في النص فانت وزميلك تتكلموا والصوت يتسمع الناحيه الثانيه، وهكذا. طيب شكل بقى الزاويه بتاعه الصوت. الصوت بيتوزع ازاي؟ بيتوزع عن طريق 3 حاجات. حاجه اولانيه عندنا اومني وباترن وكاردويد. الاومني ده بيبقى اومني دايركشن، بيتحرك في كل الاتجاهات. بتلاقي المايك من قدام الصوت يتسمع، يعني انا ماسك المايك كده الصوت مسموع من عندي، ولو حد جنبي يمين او جنب شمال الصوت مسموع، ولو حد من ورا بقى المايك كمان الصوت مسموع. يعني بمثال بسيط، انا النهارده لو مستخدم المايك بتاعي واوريدي الباترن بتاع او اوريدي الزاويه بتاعه الصوت، توزيع الصوت، ودي موجوده في الداتا شيت يا جماعه، اوعى حد ما يبصش عليها ويقراها. لو هي اومني دايركشن وانا في حفله، فانا كده بقت في مشكله كبيره جدا. صوت الجمهور اللي في الخلف، انا مايك اهو بغني، صوت الجمهور اللي هنا هيبقى اعلى من صوتي كمان، فاللي قاعد في التلفزيون وبيتفرج يعني من التلفزيون او من الراديو سامع نويز رهيبه جدا، فخلي بالك. النوع الثاني باترن، ده بيتسمع من قدام وورا، لكن الجنبين، يعني لو انا النهارده بتكلم وحد ورا المايك احنا الاثنين مسموعين، لكن الجنب اليمين والجنب الشمال مش مسموع. والكاردويد او الشكل القلب يعني، ده بيبقى من قدام ومن الخلف. الخلف كمان مش بيبقى مسموع، بيبقى قدام والجناب. ده بيستخدم في الحفلات،
بحيث ان انت ده بقى خصيصا بيستخدم في الحفلات. انت النهارده في حفله، اوقات تتفرج على حفله وتلاقي عدد جمهور كبير، او مسرحيه وتلاقي جمهور كبير جدا، وتلاقي ايه، مفيش صوت حد بيضحك ولا صوت حد مثلا بيتكلم، هو لان هو كان بيستخدم مايك وتوزيعه الصوت بتاعته كاردويد، فبالتالي مش مسموع صوت الجمهور خالص، ودي تبقى مهمه جدا. من ضمن الانبوتس بتاعتنا كمان السي دي بلاير او الدي في دي بلاير والكاسيت كمان. لسه بعض الاماكن بيستخدموا كاسيت، زي المساجد زي المصانع بيحبوا مثلا يشغلوا كاسيت، او حتى في محطات المترو كمان. وفي عندي المسج مانجر او مسج ريكوردر، ده بيبقى جهاز متخزن عليه رساله صوتيه، سواء الرساله الصوتيه ديت لو في المطارات عشان لو في رحله مثلا معينه، او في محطات القطوره عشان لو في رحله مثلا معينه، او كمان لو في نظام الاخلاء، لو في نظام الاخلاء فيبقى في رساله كده صوتيه عشان لا قدر الله لو في مشكله يبقى في اخلاء على طول للايه، للمبنى. ده كده بمنتهى البساطه، خليك معايا، بمنتهى البساطه الانبوتس بتاعتنا. تاني حاجه عندنا بعد كده الميكسر، كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات برضو عن الميكسر، والميكسر دوت مالتي انبوتس وان اوتبوت. الميكسر ده بمنتهى البساطه بيمزج الصوت كده بينه وبين بعضه. عندك مثلا مدخل له 5 انبوتس، منهم كام مايك وايرد وكام مايك وايرلس وكام آلة موسيقيه، وانبوتس مثلا رابع او خامس من بي سي او من لابتوب او من سي دي. بيجمع لك كل دوت يا باشا ويعملهم في يظبطهم في تردد واحد ويخرجهم لك، او نغمه واحده ويخرجهم لك على خارج واحد. طبعا الميكسر فيه تنوعات كتيره جدا، اللي فيه منه الانالوج وفيه منه الديجيتال كمان، والديجيتال بيحقق لك كميه فيتشرز تقدر تعملها بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه، لان كمان دلوقتي الميكسرز بقت بيبقى فيها بيلت ان فيدباك سبريشن. طب بيعمل ايه بقى دوت؟ ده اللي يا باشا بالبلدي بيلغي لك الصفاره. يعني انت في مكان لازم يبقى عندك فيدباك سبريشن دوت، لو انت المكان دوت هيبقى فيه صفير بعد كده، عاوز تلغيها لازم دوت، وعلى حسب الابلكيشن وعلى حسب المكان وطبيعه المكان. فبالتالي الميكسر دوت مهم جدا جدا، مازج الصوت، حتى بالعربي اسمه مازج الصوت، شويه انبوتس يمزجها ويطلعها لك على الامبليفاير. تطور كمان الموضوع لان بقى فيه الماتريكس ميكسر. الماتريكس ميكسر الدنيا بتتقدم، مش هنفضل طول الوقت بقى ورا. الماتريكس ميكسر ده ليه استخدامات كتيره جدا. زمان كانت المشكله عندنا في الميكسر ان هو فيه انبوتس كتيره واوتبوت واحد بس. الماتريكس لا، عنده كم مداخل وكم مخارج، يقدر يقول مين يسمع ايه في وقت معين، زائد كمان ان هو ممكن يلغي صوت معين ويطلع صوت تاني. يعني ايه بقى يا عم هيثم؟ الميكس ما يقدرش يعمل الحكايه دي بالمناسبه. النهارده انا عندي رساله صوتيه بشكل معين، تمام، عاوز اطلعها في وقت، يعني وقت مثلا او في الاذان، عاوز اطلع مثلا صوت الاذان في الظهر او العصر او باقي التوقيتات يعني تطلع، وساعتها يحصل ميوت لبقيه الاصوات. انا في محطه قطر ومشغلين باك جراوند ميوزك مثلا، اغنيه من الاغاني، اعلان من الاعلانات، جت صلاه الظهر، لازم حاجه تفصل الصوت اللي كان شغال وتطلع بصلاه الظهر. الماتريكس يقدر يعمل لك الكلام دوت. زي كمان هو بيقسم لك المناطق زي ما انت عاوز، زي كمان ان هو بقى فيه فيدباك سبريشن، زي كمان ان هو في اجهزه دلوقتي بقى فيها مسج مانجر، فانت كانك زي البرد كده، الاعلان بيقول لك 3 في 1، فانت عندك جهاز فيه اكتر من فيتشرز في نفس الوقت، وهياخد مساحه راك، مساحه 2 يو او 3 يو بس في الراك بتاعك. لان خلي بالك ما تستهونش بالنقطه ديت، ما تستهونش بنقطه الاجهزه وحجمها في الراك، خليك معايا. عندنا بقى كده بقى الباشا الكبير الامبليفاير. الامبليفاير ده بيعمل حاجتين، بيكبر الصوت اللي طالع من المايكات واللي رايح للسماعات، وكمان هو المسؤول عن تغذيتها بالكهرباء، مسؤول عن تغذيه السماعات ديت بالكهرباء، يعني هي بتاخد الباور بتاعها من الامبليفاير. فدي نقطه مهمه جدا جدا. كمان انا عاوزك تاخد بالك برضو من حاجه، ان انت حمل الامبليفاير ده مهم جدا، وبيتحسب بحتتين او بجزئيتين، الوات والاوم. ركز معايا، توزيعه الساوند سيستم مهمه جدا جدا جدا. انت عندك طريقتين للتوزيع. همسح بس، انا دايما بحب اكتب عشان ابقى جاهز لكم في الفيديو ما نضيعش وقت كتير. عندك طريقتين للتوزيع، عندك وعندك بارل، سيريز وبارل. يعني النهارده عندك توازي وتوالي. طريقه توزيع والديزاين بتاع الساوند سيستم والسماعات مهمه جدا، تعرف انت شغال توالي ولا شغال توازي. طب بمعنى هتفرق في ايه؟ لو انا النهارده عندي 3 سماعات او 3 او 4 سماعات، تقول 3 سماعات عشان يبقى مثال واضح، وكل سماعه مثلا 10 واط،
والسماعه الواحده 2 اوم. تمام؟ يبقى الاجمالي بتاعهم كام؟ لو هم ايه ان سيريز، لو هم بالتوالي مع بعض، يعني سماعه مسلمه سماعه مسلمه سماعه، هيبقى الاجمالي بتاعهم 3 واط برضو. ان هم بالتالي هم واخدين من بعض، ركز معايا. واجمالي الاوم بتاعهم لو هو 2 يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6 اوم. كلام ايه هيبدا يحلو. احنا كده لو عندنا توازي. طب لو عندنا توازي بقى، ولذلك التوازي دوت بنعمله لما يكون عدد السماعات قليل مش كتير. التوازي دوت لو انت النهارده عندك 3 سماعات في 10 واط يعني 30 واط. طب وكم اوم؟ انت النهارده عندك 2 على 3، ده كده عدد الاوم او قدره الاوم بتاعتك. تمام؟ فدي خلي بالك من التوزيعه ديت. نروح بعد كده بقى على الاوتبوت بتاعنا. الاوتبوت بتاعنا بقى فوليوم كنترول ده او اتنويتر، يعني زي ما انت بتشوف كده في المراوح بتلاقي فيه جهاز بيبدا يتحكم 1 2 3، ده برضو يتحكم لك في قوه الصوت ودرجه علو وانخفاض الصوت. فلازم يستخدم بشكل كبير في اوقات اماكن مش بتستخدمه، بس يبقى مهم لان انت ممكن كل زون او كل منطقه عاوز درجه الصوت فيها تبقى مختلفه عن الثانيه، فافضل ان انت تستخدمه. وبعد كده بنطلع بقى على السماعات بقى، بنطلع على السيلينج سبيكر وعلى الوول وعلى الهورن. الهورن اللي بنشوفه فوق المساجد بالمناسبه، بتلاقي الهورن متوزع في 4 اتجاهات، 1 2 3 4 عشان كل الاتجاهات الناس تسمع. بالمناسبه معلومه كده، انت عارف ان انت المسافه لما تبعد عن السماعه قرب مثلا ال 10 متر بتقل بقيمه 6 ديسيبل. 6 ديسيبل، ديسيبل دوت اللي هو وحده قياس الصوت، قوه الصوت قد ايه شدته بتقاس. النهارده السماعه كل ما يكون مثلا الديسيبل بتاعها عالي يبقى شده صوتها عالي، فانت لما تبعد عن السماعه بمسافه معينه بيقل الديسيبل دوت 6. عندك كمان الكابلات اللي احنا بنستخدمها هي بتبقى كابلات نحاسيه، بيبقى كابل 2 في 1.5 وده غالب يعني، بس خلي بالك مش دايما، على حسب المسافه وعلى حسب الاحمال بتبدا تستقر وتبدا تشوف انت هتشتغل ب 2 في 1.5 ولا 2 في 2.5 ولا، وهكذا. الايه المقاسات عماله بتزيد معاك. واوعى تنسى الفولتج دروب كالكوليشن. اوعى تنسى فولتج دروب كالكوليشن. انت في مشروع لازم تبقى حاسب الفولتج دروب كالكوليشن قد ايه. مهم جدا جدا عشان ما يحصلش لوسس في الايه في الاشاره والصوت يضعف. لازم تحسب الحاجات ديت بشكل كبير. شرح بسيط عن الساوند سيستم وعن تطبيقاته واماكنه هتبقى فين والمين كومبوننتس بتاعته. عاوزك تكتب لي في التعليقات لو عندك استفسار، لو انت جربت فيندور من الفيندورز دول مثلا وكان اداؤه كويس او اداؤه مش كويس. لو عاوز زياده في الشرح ممكن نعمل بارت 2 للساوند سيستم عشان مش عاوز اخد من الوقت كتير في الفيديو يعني عشان الباقه. اكتب لي وقول لي، مستني تعليقاتكم. الفيديو اللي جاي عاوزينه على انهي سيستم في اللايت كارنت 13 14 سيستمز. اكتبوا لي في التعليقات وانا مستنيكم. ما تنسوش بقى اللايك بتاعنا الظريف اللطيف لو الحلقه ان شاء الله باذن الله تكون عجبتكم، وسبسكرايب في الشانل بتدعمني بشكل كبير جدا. قد ايه بتفرق معايا يعني انت تشترك، بتحسسني ان احنا لا مجهودنا دوت مش في الارض. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.